السلام عليكم. النهارده هعمل فيديو جديد مع الاير فراير. بقى النهارده هنعمل شويه سمك سردين. هاتي السردين مالي السوق الوقت، فانا تبلته بالثوم والكمون والشطه والملح والفلفل والحاجات دي، وهعمله طاجن حلو كده في الاير فراير. فكره جميله لان الحاجات دي لما بتتقلي بتاخد زيت فظيع يعني، لكن في الاير فراير رشه زيت بس زي ما احنا متعودين. خليكم معايا كده. انا حطيت في الفايل زي ما انتم شايفين الليمون بالشكل ده عشان يبقى الأرضية بتاعت السردين الصغير اللي أنا هعمله. أو رصيت السردين زي ما انتم شايفين كده، وأحط فوقه بقى ليمون، وأنا كنت حاطة فلفل شطة كده وحاجات ألوان. والله أنا طلعت عملته في البلكونة مخصوص عشان الريحة اللي هتطلع. قلت يلا ايه عشان الزفارة في الشقة ما تبقاش باينة أوي، لأن مجرد ما بيشم ريحة الهواء السخن بيستوي في ثانية. انا رصيت شويه اهو، وبعمل 2 طاجن مش طاجن واحد. والرش عليه شويه زيت، حبه خفيف يعني. ده احنا لو عملناه في طاسه هتلاقيه يشرب نص كيلو زيت وزياده. الاجواء عندي اهي، فرصه اوريكم الاجواء. انا في البلكونه يا ولاد. خلصت رش الزيت. هنشغل هنا، انا مسخناها حبه صغيره كده، وهخليها على 200، وهشوف هتاخد ايه. على قد الوقت هقول. نلقاكم بعد الفاصل. المدة خلصت زيا. نزودت اهي منظر ربع ساعة، وبعدها 5 دقايق كمان. طبعا انا مش هقدر امسكها دلوقتي، شوف بحاول اطلعها كده. بردت شوية اهي، شايفين اللون يا جماعة؟ ولا نشفت ولا اي حاجة. تبرد بقى وناكلها سوا في البلكونة بتاعتنا. ما اقولكوش بقى الريحة، والله العظيم الحمد لله ان انا كنت في البلكونة. ريحة الثوم والتتبيلة طالعة تهوس يعني. بحب انا الاكلات دي قوي، بحبها لانها بتبقى لها ريحة البحر كده جميلة. بحب اكلها بالعيش او بالطحينة، تبقى جميلة جميلة. ما شاء الله الطعم جميل جدا. متنسناش يا جماعة اللايك اللايك يا جماعة. وده كان احلى طاجن عملته سمك من يوم ما جبت الاير فراير، بصراحة تحفة تحفة. استودعكم الله، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.